تخيل تكون صاحب فيسبوك وانستجرام وواتساب وفجأة يطلع تطبيق صيني الناس كانت بتتريق عليه ويجبرك تغير امبراطوريتك كلها عشان تلحقه. الحكاية بدأت سنة 2018، وقتها مارك كان تقريبا كسب كل معاركه، اشترى انستجرام واشترى واتساب، ولما سناب شات رفض يتباع بدأ يقلد أهم مميزاته علشان يوقف نموه. كان واضح إن أي منافس جديد هيبقى مجرد موجة صغيرة وبعدها هيختفي. في نفس السنة شركة صينية اسمها بايت دانس دمجت تطبيق ميوزيكال الواي في تيك توك وبدأت تدخله السوق العالمي. في البداية أغلب الناس استهانوا بيه وكانوا شايفينه مجرد برنامج الناس بترقص وتغني عليه، وحتى خبراء كتير كانوا مقتنعين إنها موضة وهتعدي. لكن اللي بايت دانس فهمته إن كل التطبيقات اللي خسرت قدام فيسبوك كانت بتحاول تكسبه بنفس قواعده، أما تيك توك فقرر يغير قواعد اللعبة نفسها. كل منصات السوشيال ميديا وقتها كانت بتقول للمستخدم قول لي مين أصحابك وأنا هوريك محتواهم، أما تيك توك فقال أنا مش مهتم بمين أصحابك أصلا، أنا مهتم أنت بتحب تشوف إيه. ومن اللحظة دي كل حاجة بدأت تتغير. كل ثانية وقفت فيها على فيديو كانت بالنسبة للخوارزمية معلومة، وكل مرة عديت فيديو بسرعة كانت معلومة تانية، وكل لايك وكل تعليق وكل إعادة مشاهدة كانت بتقول لتيك توك حاجة جديدة عنك. وبعد دقايق قليلة الخوارزمية بقت تعرف إيه اللي يشد انتباهك ويمكن أكتر مما أنت تعرف عن نفسك. وفجأة الناس كانت تدخل تيك توك 5 دقايق وتكتشف إنها قعدت ساعة وساعتين وثلاثة. وفي عالم السوشيال ميديا الوقت هو أغلى عملة، وعلشان كده بدأت الأزمة الحقيقية. التقارير اللي وصلت لميتا بدأت تقول إن المستخدمين وخصوصا الشباب بقوا يقضوا وقت اطول على تيك توك، وان الوقت اللي بيقضوه على فيسبوك وانستجرام بيقل. ومع الوقت المعلنين بداوا يحطوا ميزانيتهم في المكان اللي الناس موجوده فيه، ولاول مره ميتا ما كانتش بتخسر مستخدمين بس، لا دي كانت بتخسر انتباههم. وساعتها فهم مارك ان المشكله مش في الفيديوهات القصيره، المشكله في الخوارزميه نفسها. ولاول مره في تاريخ الشركه بدل ما السوق كله يقلد ميتا هي اللي اضطرت تغير انستجرام وفيسبوك بالكامل، نزلت الريلز وغيرت طريقه عرض المحتوى وحاولت تنافس تيك توك بنفس الفكره. لكن الأزمة ما كانتش خلصت. التغييرات الجديدة أغضبت جزء كبير من مستخدمي انستجرام، ناس كتير اشتكت إن التطبيق اللي كانوا بيحبوه اتحول لنسخة من تيك توك، وحتى المشاهير والمؤثرين طلبوا الشركة إنها ترجع انستجرام زي الأول. ولما التقليد ما كانش كفاية ميتا غيرت سلاحها، بدأت تستعين بشركة علاقات عامة هدفها إنها تخلي الإعلام والناس يتكلموا عن مخاطر تيك توك بدل ما يتكلموا عن نجاحه. كل شوية كان يطلع نقاش جديد، مرة عن تأثيره على الأطفال، ومرة عن تحديات منتشرة عليه، ومرة عن علاقته بالصين. المعركة خرجت من التطبيقات نفسها ووصلت للإعلام، لكن كل ده ما غيرش الحقيقة. استمر تيك توك في النمو، والغريب لما مارك وقف قدام القاضي في قضية الاحتكار اعترف ان تيك توك كان تهديد حقيقي لميتا. والاغرب كمان بقى انه استخدم وجود تيك توك نفسه علشان يثبت ان ميتا مش محتكرة السوق. يعني التطبيق اللي هز امبراطوريته كان جزء من دفاعه عن نفسه، تطبيق بدأ والعالم بيتريق عليه وانتهى بيه الحال انه يغير شكل السوشيال ميديا كلها. والدرس هنا انك لو هتنافس شركة اكبر منك ما تحاولش تلعبها في ملعبها، ابني ملعب جديد وخليه هو اللي يضطر يلعب فيه. وده بالظبط اللي عمله تيك توك. بدل ما يحاول يبقى فيسبوك بشكل احسن خلى فيسبوك يبقى تيك توك لكنه